حضر باسبورك عشان هنسافر مع بعضينا لولاية كولورادو الأمريكية وتحديدا لمنتزه ميسا فيردي الوطني، المكان اللي بيجمع بين عظمة جبال الروكي وغموض حضارة الهنود الحمر القدامى اللي سكنوا الكهوف دي من آلاف السنين. في صيف سنة 1999 قررت ميشيل ستارلينج، الست اللي عندها 44 سنة وبتحب الطبيعة والرياضة، إنها تاخد جولة في المكان الساحر ده من غير ما تعرف إن دي هتكون آخر جولة في حياتها. ميشيل ما كانتش هاوية أو مجرد هاوية، دي كانت ست رياضية وجسمها قوي، بس الغابة والجبال ما بيفرقوش بين قوي وضعيف لما المجهول يقرر يتدخل ويغير مسار الحكاية. لحظة واحدة من الهدوء والسكينة على مسار المشي اتحولت للغز كوني بخر ميشيل من على وش الأرض، وفتح الباب لأسئلة مرعبة ملهاش إجابات واضحة لغاية النهاردة. ازاي ست بتتحرك في مكان معروف ومحدد تختفي في ثواني؟ ايه السر اللي خلى جثتها ما تظهرش غير بعد سنين طويلة وفي مكان مستحيل عقليا انها توصل له؟ احنا النهاردة هنحفر ورا قصة ميشيل ستارلينج، القصة اللي خلت عشاق الطبيعة يخافوا من ظل الشجر، والمحققين بقوا بيضربوا كف على كف من غرابة التفاصيل. استعد عشان الحكاية دي فيها من الغموض اللي يخلي جسمك يقشعر، ومن الواقعية اللي تخليك تعيد حساباتك قبل ما تقرر تمشي لوحدك في أي حتة. فيلا بينا ندخل ممرات ميسا فيردي الوعرة ونشوف ايه اللي حصل لميشيل في اليوم اللي الشمس فيه غابت وما طلعتش تاني بالنسبة لها. يلا اضغط لايك وما تنساش تفعل الجرس. انا محمد سعد الله، ويلا بينا على المسيون قصة. ميشيل ما كانتش غريبة عن المناطق دي، يعني دي كانت ست عندها خبرة، جسمها رياضي وبتحب التحدي لدرجة انها كانت بتجري ماراثون، كانت عداءة ماراثون. وصلت للمنتزه مع جوزها واصحابها، وكانوا ناويين يقضوا وقت لطيف بين اثار البيوت المحفورة في الصخر اللي سابها سكان البويبلو القدامى. في اللحظة اللي قرروا فيها يمشوا في مسار اسمه سبيرس كانيون، ميشيل قررت إنها تسبقهم بشوية جري، يعني كنوع من التريض والرياضة. المسار ده طوله حوالي 3 كيلو و800 متر، يعني مسافة بالنسبة لماراثونية زي ميشيل تعتبر مجرد تسخين مش أكتر. وما كانش فيه أي قلق عليها خالص، يعني جوزها شافها وهي بتجري ببدلة الرياضة بتاعتها وبتختفي ورا أول منحنى في الطريق، وما كانش يعرف إن دي آخر نظرة هيشوفها فيها وهي حية. ميشيل كانت لابسة لبس خفيف وما كانش معاها لا مية ولا أكل ولا حتى كشاف، لأنها كانت يعني نيتها إنها تلف اللفة وترجع لنفس النقطة في أقل من ساعة. الخطة كانت إنهم يتقابلوا كلهم عند مركز الزوار بعد ما يخلصوا الجولة عشان يتغدوا سوا ويكملوا يومهم. عدت الساعة وبعدها ساعتين وجوزها بدأ يحس بنغزة في قلبه. مش اللي اتأخرت والمفروض إنها عداءة سريعة، يعني زمانها خلصت المسار مرتين. بدأ يسأل الناس اللي راجعة من المسار، شفتوا ست لابسة ملابس رياضية بتجري؟ والرد كان دايما لا، ما شفناش حد بالمواصفات دي. هنا بدأ القلق يتحول لرعب حقيقي، لأن المسار ده محدد وصعب جدا إن حد يضل طريقه فيه إلا لو خرج من المسار المقصود لسبب مجهول. جوزها بلغ الرينجرز اللي هم أمن المنتزه، وفي البداية اتعاملوا مع الموضوع إنه حالة تيه عادية، يمكن تعبت أو التوى كحلها وقاعدة مستنية مساعدة. لكن لما الشمس بدأت تغيب والبرودة بدأت تنخر في عظم الجبال والبحث الأولي ما جابش أي نتيجة، الكل عرف إن في حاجة غلط وكبيرة حصلت. ميشيل تطهرت من الوجود في المسافة اللي بين نقطة انطلاقها ونهاية المسار. مفيش صرخة اتسمعت، مفيش علامات صراع على التراب، مفيش
أي أثر لخطواتها. الرينجرز بدأوا يمشطوا المنطقة بالكشافات ويندهوا باسمها في وسط سكون الجبل المرعب، والصدى كان بيرجع ليهم ببرود وكأنه بيسخر منهم. الغريب ان ميشيل كانت في منطقة مكشوفة نسبيا، يعني لو كانت وقعت او اتصابت كان المفروض تتوجد بسهولة في اول كام ساعة. الليل نزل على ميسا فيردي وتحولت المنطقة الساحرة لغابة من الاشباح والظلال، وعيلة ميشيل واقفة على اعصابها مستنية معجزة. مع أول ضوء للفجر بدأت واحدة من أكبر عمليات البحث في تاريخ ولاية كولورادو بمشاركة طيارات هليكوبتر وكلاب مدربة. بس الجبل كان مخبي سر وبإحكام، وكأن ميشيل دخلت في فجوة زمنية أو اتخطفت من على وش الأرض في لمح البصر. الكلاب البوليسية كانت بتمشي شوية وبعدين تتوه وتفقد الأثر تماما عند نقطة معينة، وكأن ريحة ميشيل اتقطعت من الهواء. ايه اللي ممكن يحصل لست قوية وفي وضح النهار وسط الناس كتير؟ هل هو وحش جبال ولا حيوان بشري كان مستني الفريسة في الضلمة؟ الخبر اتنشر في ولاية كولورادو زي النار في الهشيم. ميشيل ستارلينج مش أي حد، دي رياضية معروفة، واختفائها في ميسا فيردي بالسهولة دي كان إهانة لكل أجهزة الأمن في المنتزه. إدارة المنتزهات الوطنية MPS الأمريكية استدعت أكثر من 70 خبير في البحث والإنقاذ، وجابوا كلاب مدربة خصيصا لتعقب الأثر من مسافات بعيدة. الطيارات الهليكوبتر المزودة بكاميرات حرارية كانت بتمسح المنطقة سنتيمتر بسنتيمتر، والكل كان متوقع إنها تظهر في أي لحظة. أصل الأرض مش هتنشق وتبلعها، وده زي اللي كانوا بيقولوه وقتها. لكن الصدمة بدأت لما الكلاب بتوصل لنقطة معينة على مسار سبيرز كانيون، وبتقف فجأة وبتبدأ تلف حوالين نفسها وهي بتهوهو بحيرة وكأن الأثر طار للسماء. المحققين بدأوا يحللوا الموقف. ميشيل كانت بتجري، يعني لو كانت انحرفت عن المسار كان لازم تسيب علامات زي غصن مكسور أو أثر قدم في الطينة، بس ما كانش فيه أي حاجة من دي خالص. عمليات البحث اتوسعت وشملت الكهوف القديمة اللي سكنها الهنود الحمر، والشقوق الصخرية الضيقة، والوديان اللي ما بيوصلهاش ضوء الشمس، والنتيجة كانت صفر. الغريب ان ميسا فيردي مكان جاف جدا، والحرارة بالنهار بتبقى عالية وبالليل بتنزل لدرجة التجمد، وميشيل ما كانش معاها اي وسيلة للنجاة، لا مية ولا لبس تقيل. المحققين بدأوا يراجعوا سجلات الزوار. هل في سوابق يعني او ناس مشبوهة كانت موجودة في نفس التوقيت؟ هل ممكن تكون اتخطفت؟ بس فرضية الاختطاف كانت صعبة، لان المسار كان فيه ناس كتير تانية ومحدش سمع حد بيصرخ ومحدش شاف حد غريب شايل ست او بيجرها، والوقت اللي اتخطفت فيه اصلا كان وقت قصير جدا، يعني لو كان في اختطاف. فعيلة ميشيل كانت بتنهار، يعني جوزها كان بيمشي مع فرق البحث 20 ساعة في اليوم بينده اسمها لدرجة ان صوته راح، واليأس بدأ يتسرب للقلوب مع كل يوم بيعدي. بعد أسبوع من البحث المكثف اللي صرفوا فيه مئات آلاف الدولارات، أعلنت السلطات تعليق البحث رسميا، واعتبروا أن فرصة نجاتها بقت شبه مستحيلة. الناس بدأت تتكلم عن لعنة ميسا فيردي وعن الأرواح اللي بتسكن البيوت الصخرية القديمة المنحوتة في الجبل هناك، وإزاي المكان له تاريخ طويل في حوادث الاختفاء الغامضة. لكن المحققين الواقعيين كانوا بيدوروا على إجابة منطقية. هل ممكن تكون ميشيل هي اللي هربت بمزاجها؟ هل كانت بتخطط لاختفاء درامي؟ بس كل اللي يعرفوها أكدوا إنها كانت سعيدة جدا في حياتها، وما كانش في أي سبب يخليها تسيب جوزها وعيلتها وتختفي في الغابات وهي مش معاها أصلا فلوس ولا مليم. الغموض زاد لما عرفوا إن المنطقة اللي اختفت فيها ما فيهاش حيوانات مفترسة كبيرة.
يعني ممكن انها تشيل جثة بالكامل من غير كمان ما تسيب نقطة دم واحدة او قطعة قماش متقطعة. الصحافة بدأت تضغط والأسئلة كترت، ازاي أجهزة البحث بكل التكنولوجيا دي مش لاقية ست بتجري في منطقة محددة؟ هل الجبل ده فيه ثقوب سوداء؟ انتهى البحث الرسمي والمنطقة رجعت لهدوءها المرعب، وصورة ميشيل فضلت متعلقة على أبواب المنتزه كأنها بتسأل كل اللي داخل، أنا فين؟ ميشيل ستارلينج مش ما كانتش مجرد مفقودة، دي بقت لغز وطني وقضية باردة قعدت سنين من غير ما حد يلمس طرف خيط واحد يوصل للحقيقة. الناس بدأت تنسى مع الوقت، والمنتزه فضل شغال، والسياح بيمشوا في نفس المسار وهم ما يعرفوش ان تحت رجليهم او ورا الصخور في سر مدفون وبعمق. في ميسا فيردي الجبال مش مجرد صخور، دي حيطان لبيوت ناس عاشوا وماتوا من مئات السنين، الأنازي أو سكان الكهوف القدامى. والمكان ده مشحون بطاقة تخلي أي حد يحس إنه مراقب. الفرضية الأولى اللي سيطرت على تفكير الناس كانت الاختطاف البشري. بس السؤال كان ازاي ميشيل كانت عداءة ماراثون سريعة جدا ومحدش يقدر يمسكها بسهولة إلا لو كان بقى في كمين مدبر بدقة. بس المسار كان عام ومكشوف، الناس بدأت تتكلم عن وجود سفاح بيعيش في الكهوف المهجورة، حد حافظ تضاريس الجبل زي كف ايده، قدر يراقبها وهي بتجري لوحدها وسحبها في ثانية لشق صخري محدش يعرفه. وده اللي بيفسر ليه الكلاب فقدت الأثر فجأة كأنها اتشالت من على الأرض. الفرضية التانية كانت هجوم حيواني صامت، ورغم ان الرينجرز قالوا ان مفيش حيوانات مفترسة كبيرة الا ان اسود الجبال موجودة، والحيوان ده شبح بيقدر يكسر رقبة الفريسة في ثانية ويجرها لمكان عالي وعالي جدا ومنعزل. بس حتى الفرضية دي كان فيها ثغرة، أسد الجبل بيسيب وراه فوضى ويسيب أثار دم ويسيب هدوم متقطعة، لكن في حالة ميشيل الأرض كانت نظيفة زيادة عن اللزوم وكأنها اتبخرت بآلة زمن. هنا بقى بدأ هواة الماورائيات يتدخلوا، وطلع كلام عن البوابات النجمية أو الفجوات المكانية في مناطق حضارات السكان الأصليين. كلام بيعتبر إن ميشيل دخلت في بعد تاني أو تاهت في سراديب البيوت الصخرية اللي محدش وصل لها قبل كده. المنطقة معروفة بظواهر اسمها ميسينج 411، ودي سلسلة اختفاءات غامضة في المنتزهات الوطنية بتشترك في صفات واحدة: الشخص بيختفي فجأة، الكلاب ما بيعرفوش يشموا ريحته، والجثة لو اتلقت بتبقى في مكان مستحيل الشخص يوصله بمجهوده الذاتي. المحققين الفيدراليين ال FBI بدأوا يحققوا في الحياة الشخصية لميشيل، قلبوا في دفاترها القديمة، دوروا في علاقتها بجوزها، شكوا انه ممكن يكون هو اللي ورا الموضوع، بس الراجل كان منهار تماما وكل الأدلة كانت في صفه. الفرضية الرابعة ودي اللي كانت موجعة للعيلة هي ان ميشيل ممكن تكون أصيبت بانهيار ذهني مفاجئ أو حالة فقدان ذاكرة لحظي خلتها تسيب المسار اللي كانت بتجري فيه وتجري في اتجاه الغابة لحد ما تاهت وماتت من البرد والجوع. لكن ميشيل كانت رياضية واعية، والمنطقة اللي كانت حوالين المسار كانت ممسوحة تماما، لو مشيت في أي اتجاه لمسافة كيلومترات كان لازم حد يشوفها أو الهليكوبتر تجيبها بالكاميرات الحرارية. الغموض زاد لما بدأت تطلع حكايات من سكان المنطقة عن أشباح الهنود الحمر اللي بيحموا آثارهم، وإن أي حد بينتهك حرمة المكان أو بيمشي فيه من غير احترام لروحه الجبل بياكله. الناس كانت بتسأل هل ميشيل شافت حاجة ما كانش المفروض تشوفها؟ هل تعثرت في موقع سري أو شافت جريمة بتتم في عز الظهر؟ كل يوم كان بيعدي كان اللغز بيتحول لأسطورة، والأسطورة بتتحول لخوف، لدرجة إن السياحة في المنتزه
اتأثرت، والناس بقت بتمشي في مجموعات وهم ماسكين في ايد بعض وعينهم في وسط راسهم. الغابة كانت واقفة زي الحارس الصامت، مخبية سر ميشيل بين أغصان الشجر وتحت الصخور الضخمة، وكأنها بتتحداهم إنهم يلاقوا طرف خيط واحد. السنين بدأت تجري والقضية اتركنت على الرف، وميشيل بقت ذكرى حزينة، والناس بدأت تقتنع إن السر ده هيفضل مدفون للأبد في أعماق ميسا فيردي. لكن زي ما بيقولوا الجبل ما بيخبيش جثث للأبد، وفي اللحظة اللي الكل فقد فيها الأمل الطبيعة قررت إنها تنطق وتكشف عن جزء من الحقيقة صدم الكل وغير مجرى القضية تماما. الحكاية بدأت لما كان في 2 من المتسلقين ماشيين في منطقة بعيدة تماما عن المسار اللي ميشيل كانت بتجري فيه، منطقة وعرة جدا وصعب أي حد يوصل لها بسهولة. وهم بيعدوا بين الصخور والمنحدرات عينهم لمحت حاجة مش طبيعية. وسط الألوان بتاعة الطبيعة لمحوا قطعة قماش لونها فوشيا أو وردي فاتح، وكانت لسه محتفظة بلونها رغم الشمس والمطر. لما قربوا الصدمة لجمت لسانهم، لقوا جمجمة وبقايا عظام متناثرة ومعاها لبس رياضة وجزمة جري ماركة معروفة وساعة ايد كانت لسه مربوطة على عظمة المعصم. المنطقة اللي لقوا فيها البقايا كان اسمها كليف كانيون، والمفاجأة الكبيرة ان المكان ده بيبعد مسافة طويلة جدا وبيرتفع مئات الامتار عن النقطة اللي ميشيل شوهدت فيها لآخر مرة. المحققين والشرطة والرينجرز طاروا للمكان فورا، وكان السؤال الأول اللي اتسأل ازاي المنطقة دي ما اتفتشتش، والرد كان صدمة. المنطقة دي اتفتشت بالهليكوبتر وبالرجلين أكتر من 10 مرات في أول أسبوع. ازاي بقى جثة باللبس الفائع ده اللافت للنظر ده والجمجمة البيضة دي ما تظهرش للعيون ولا للكاميرات الحرارية اللي مسحت المكان بالملي في عز عملية البحث، وكأن الجثة اتحطت هنا بعد ما البحث خلص؟ الطب الشرعي أكد من خلال سجلات الأسنان إن دي فعلا هي ميشيل ستيرلينج، لكن الحقيقة اللي كشفها الفحص زادت الموضوع تعقيد وغموض. الجثة ما كانتش كاملة، العظام كانت متوزعة في مساحات صغيرة، والمحققين ما لقوش أي علامات لكسور ناتجة عن وقعة من مكان عالي، ولا لقوا أثار رصاص أو طعنات واضحة على الهدوم. الأغرب من ده كله إن نظارة ميشيل الشمسية كانت محطوطة فوق صخرة قريبة، وساعتها كانت لسه شغالة وبتقول الوقت والتاريخ عادي وكأنها سابتها ومشيت بسلام. فمكان وجود الجثة كان غير منطقي. اصل عشان ميشيل توصل للحته دي كان لازم تتسلق منحدرات صخريه صعبه جدا، وهي اصلا ما كانش معاها اي معدات ولازم كمان كانت تخترق احراش غابه كثيفه، وكل ده وهي بتجري بملابس خفيفه. يعني ليه واحده محترفه زيها تسيب المسار السهل والواضح وتروح تموت نفسها في تسلق انتحاري لمكان ملوش مخرج؟ وليه كلاب الاثر ما لقطوش ريحتها في المسار المؤدي للحتة دي؟ في فرضية طلعت وقتها بتقول ان ميشيل ممكن تكون اتعرضت لضربة شمس او حالة جفاف خلت عقلها يهلوس ويخليها تمشي في اتجاهات غلط، بس الجو يومها ما كانش بالحرارة اللي تعمل كده، وكمان في عداءة ماراثون رياضية قوية. فرضية تانية مرعبة رجعت تطفو على السطح، ان حد خطفها واحتجزها لفترة وبعدين خلص عليها ورمى جثتها في المكان ده بعد ما هدت عمليات البحث عشان يبرد القضية. لكن الطب الشرعي ما لقاش أثار قيود أو عنف بشري واضح على العظام، وده اللي خلى القضية تدخل في نفق مظلم. مفيش دليل على جريمة ومفيش تفسير منطقي للحادثة. الناس بدأت تسأل، هل معقول تكون أسود الجبال هي اللي جرتها للمكان العالي ده؟ بس الحيوان بياكل الفريسة وبيبعثر الهدوم زي ما قلت لك
من حبتين، لكن هدوم ميشيل كانت شبه سليمة وموجودة جنب عظمها. الاكتشاف ده بدل ما يبرد نار أهلها فتح جرح جديد، لأنهم عرفوا إن بنتهم ماتت وحيدة في مكان مقطوع، بس مش عارفين إزاي وليه راحت هناك. الجبل اللي خلى ميشيل تختفي في ثانية رجعها بعد سنة وهي عبارة عن هيكل عظمي صامت، شايل معاه سر ال 365 يوم اللي فاتوا تحت تراب ميسا فيردي. ومع كل قطعة عظم بتتجمع كان في سؤال جديد بيتولد لحد ما التقرير النهائي طلع، والتقرير ده هو اللي قفل الملف قانونيا بس ما قفلوش عقليا. بعد ما جمعوا بقايا ميشيل من فوق الجبل، الملف اتفتح على مصراعيه قدام أطباء التشريح وخبراء الجرائم الفيدراليين، والكل كان مستني كلمة واحدة: ايه اللي قتل ميشيل ستيرلينج؟ التقرير الطبي الشرعي طلع بنتيجة كانت صادمة ببرودها. قال ان سبب الوفاة غير محدد undetermined، وده لعدم وجود آثار واضحة لكسور ناتجة عن عنف أو طلقات رصاص أو طعنات سكين. لكن المحققين حطوا سيناريو رسمي عشان بس يقفلوا بيه القضية قدام الرأي العام، وقالوا إن ميشيل غالبا انحرفت عن المسار لسبب ما، تاهت، ومن الإرهاق والبرد ماتت في مكانها. بس السيناريو ده كان بيخبط في حيطة سد. ازاي عداءة ماراثون رياضية محترفة عارفة جسمها كويس وعارفة المنطقة كويس تتهور التهور ده وتمشي الكيلومترات دي كلها في اتجاه انتحاري؟ واللغز الأكبر اللي فضل شوكة في ظهر التحقيقات هو المكان. ليه الجثة ما اتشافتش وقت البحث المكثف بالهليكوبترز رغم ان لبسها كان فوشيا فائع وجثتها في مكان مكشوف فوق الصخور؟ المحققين اشتغلوا في القضية دي سنين، يعني بقوا بيهمسوا لبعض في الكواليس ان في حاجة مش طبيعية حصلت، ان الجبل ده فيه زوايا ميتة لا العين بتشوفها ولا الكاميرات بتلقطها. عيلة ميشيل استلمت البقايا ودفنتها، بس جوزها فضل سنين طويلة بيبص لصورها وبيسأل نفسه: يا ترى يا ميشيل ايه اخر حاجة شفتيها قبل ما عينك تغمض؟ هل شفتي وش مجرم ولا وش وحش ولا وش الموت وهو بيضحك لك من بين الصخور؟ منتزه ميسا فيردي الوطني قفل ملف ميشيل ستيرلينج إداريا، بس ريحة القصة فضلت فيحة في ممرات سبيرس كانيون، وبقت حكايتها هي التحذير اللي الرينجرز بيقولوه لكل السياح هناك. النهاردة لو رحت هناك وسألت عن ميشيل هتلاقي الناس بتشاور لك على الجبال العالية وبتقول لك إن الجبل له عيون، وإنه أحيانا بيختار ضحية يورينا بيها قد إيه إحنا ضعفاء قدام جبروت الطبيعة. قصة ميشيل انضمت لقائمة طويلة من الحوادث اللي بتحصل في المنتزهات الوطنية الأمريكية، الحوادث اللي العالم بيقف قدامها عاجز والمنطق بيبقى فيها مجرد وجهة نظر. انتهت رحلة ميشيل بجريمة بلا مجرم وموت بلا سبب واختفاء بلا تفسير، وفضلت الساعة اللي كانت في ايدها شاهدة على ان الزمن وقف عندها في لحظة مجهولة ما يعرفهاش غير ربنا سبحانه وتعالى. الغابة رجعت لسكونها والشجر كبر ودار مكان العظم، بس ذكرى الست اللي كانت بتجري ورا الحرية فتاهت في الأبدية هتفضل عايشة بتفكرنا إن العالم لسه فيه أسرار أعمق من إننا نفهمها. ميشيل ستيرلينج ما كانتش مجرد ضحية، دي كانت رسالة من البرية بتقول إن الخط الواصل بين الحياة والموت أرفع مما تتخيل وممكن يتقطع في خطوة واحدة غلط. دي كانت الحكاية المحيرة، حكاية الاختفاء اللي بدأ بماراثون وانتهى بلغز ملوش حل ودفن معاه سر ميسا فيردي للأبد. ثقة المحترفين قد تكون فخا. الدرس الأول والأساسي هو إن الخبرة أحيانا بتبقى هي السبب في الكارثة. ميشيل لأنها عداءة ماراثون استهانت بالمسار وجريت لوحدها، والدرس هنا إن الجبل
ما بيحترمش البطولات السابقة. الاحترام لازم يكون متبادل بينك وبين الطبيعة في كل خطوة. التزم بالمسار مهما حصل. أي انحراف عن الطريق المحدد في المنتزهات الوطنية هو تذكرة ذهاب بلا عودة. ميشيل سابت المسار السهل ودخلت في المجهول، وده اللي خلى مئات المنقذين والطيارين يفشلوا في تحديد مكانها. الالتزام بالمسار هو الضمان الوحيد انك تفضل مرئي لعيون العالم بتاعنا. الطبيعة تخفي ما تشاء. القصة دي أثبتت إن التكنولوجيا والكلاب البوليسية ليهم حدود قدام جبروت الجبل. كون إن جثتها ما تظهرش طول فترة البحث المكثف وتظهر بعدها بسنة في مكان مكشوف، ده بيدينا درس في التواضع قدام أسرار البرية اللي ممكن تخبي الشخص قدامنا وفي وضح النهار. اوعى تكسر قاعدة الرفيق بطريقك. مهما كنت قويا، الهروب من عين المجموعة هي بداية الخطر. يعني وجود شخص واحد مع ميشيل كان كفيل انه يحدد مكان سقوطها او يطلب لها المساعدة في اللحظة دي. الوحدة في الغابات والجبال هي اكبر عدو للانسان. الاستعداد للثانية الغادرة. ميشيل خرجت من غير مية او وسيلة اتصال لانها كانت فاكرة انها مشوار بسيط. الدرس هنا انك لازم تكون مستعد للأسوأ دايما، لان الثانية اللي بتتوه فيها او بتتصاب بضربة شمس هي اللي بتحدد مصيرك بين الحياة والموت. ولازم يكون معاك ادوات نجاة مهما كانت الرحلة قصيرة. وبس كده. بشكرك انك وصلت لغاية هنا، وعلى فكرة ممكن في التعليقات ترشح لي قصص وموضوعات حابب تعرف عنها. اتأكد انك ضغطت لايك وفعلت الجرس عشان يوصل لك اشعار بقصة جديدة هنا في الموسيون قصة. انا محمد سعد الله، والى اللقاء.